خرج الاهلي رسميا من بطولة افريقيا بعد فوز كارثي قدام الترجي. انا معرفش انت ازاي بتخسر ماتش بتقدم فيه شوط من ضمن اشواطك الافضل الموسم ده، ولكن الخسارة مش هحطها بقى على تروب الخروج من افريقيا الموسمين ورا بعض بالشكل المهزلي ده. انا مش هحطها على مدرب، انا مش هحطها على لاعب بعينه، ولكن انا هحطها على مجلس وصل الفريق للحالة المزرية ديت بعد صرف كم من المليارات مرعب في موسمين ورا بعض. انت بتدفع دلوقتي مرتبات 3 مدربين، انت جايب لعيبة بملايين الملايين جوه ارض الملعب بلا اي دراسه ولا تخطيط. انا هستفيد من اللعيبه دي فنيا ازاي؟ لك ان تتخيل ان النادي الاهلي بحجمه مش عارف يجيب مدرب بقاله 5 6 سنين، بقالنا 3 4 سنين مش عارفين نجيب مدرب مشروع يقعد في الفريق فتره طويله ويعرف يخطط للفريق ده. لك ان تتخيل ان الاهلي بكم اللجان اللي موجوده فيه دي اللي مش عارف هي دورها ايه اصلا، مش عارف يجيب مهاجم بقاله قد ايه. جبنا اسامه ابو علي وفشلنا ان احنا نحافظ عليه. الاهلي بيفشل فشل ذريع بسبب مجلس الاداره. مفيش مش هطلع اقطع دلوقتي في اللعيبه، مش هطلع اقطع في المدرب هيمشي تمام، بس المشكله في المدرب؟ لا، المشكله في الناس اللي مش عارفه تخطط، المشكله في الناس اللي موجوده وهي لا تستحق ان هي تكون موجوده. انا مش بقطع في حد او بان انا بحاول اجي على حد واشيله الليله، بس الموضوع واضح لكل الاهلاويه. الاهلي عنده مشاكل يفشل المجلس الحالي على حلها جوه فريق كوره. مفيش حلول. انت بتستنى اي فرصه عشان اروح اجيب صفقه بوم اطلع بقى على السوشيال ميديا وناس الناس المشاكل الرئيسيه اللي موجوده. احنا خرجنا، والسبب الاول في الخساره والخروج النهارده من افريقيا هو المجلس ده. انتوا ما عندكوش جديد تضيفوه للنادي الاهلي، فاتمنى ان انتوا تعترفوا بده، لان الموضوع راح لفكره وحشه. الاهلي للسنه الثانيه بيخرج بالشكل المهزلي ده من بطوله افريقيا. الاهلي للسنه الثانيه بيعاني في الدوري بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الفريق بالمستوى ده بعد كم الصرف ده، فانتوا قاعدين ليه؟